السلام عليكم. اتطلب مني أعمل فيديو عن المؤشرات المالية، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. عن إيه هي المؤشرات المالية للشركات، وإيه أهميتها، وإزاي نستفيد منها، وبأمثلة من شركات مدرجة في البورصة المصرية. فركز معايا في الفيديو ده كويس علشان مهم جدا. في البداية هنعرف الأول يعني إيه مؤشرات مالية. المؤشرات المالية دي زي التحاليل اللي الدكتور بيطلبها علشان يعرف صحة المريض. نفس الفكرة مع الشركات، لازم تبص على المؤشرات المالية عشان تعرف الشركة دي واقفة على أرض صلبة ولا لأ. المؤشر باين من اسمه كده إنه زي دليل بتعرف منه قوة الشركة دي قد إيه. زي إيه مثلا؟ هنقولهم كده الأول في السريع، بعد كده هناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل. تمام؟ زي مثلا مؤشرات السيولة اللي بتوضح قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، أو زي مؤشر الربحية اللي بيوضح كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح، أو زي مؤشر المديونية اللي بيقيس المخاطر المالية ومدى اعتماد الشركة على الديون وغيرهم. طيب ليه ندرس المؤشرات المالية؟ علشان نعرف قوة الشركة في سداد التزاماتها، ونقيس كفاءتها في تحقيق الأرباح، ونحدد حجم المخاطر والديون اللي عندها، ونعرف هل السهم اللي قدامنا ده غالي ولا رخيص. تمام، خدنا وقت طويل في المقدمة، ندخل بقى على الموضوع على طول. ايه هي انواع المؤشرات المالية؟ اول حاجة هو مؤشر السيولة، اللي بيجاوب على سؤال مهم جدا، وهو هل الشركة تقدر تدفع التزاماتها قصيرة الاجل ولا لا. يعني في سيولة تغطي المصاريف الدورية زي مصاريف التشغيل، ولا في مشكلة؟ ودي ليها معادلة بتقول ان السيولة هي عبارة عن الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة أو الالتزامات المتداولة. والأصول المتداولة دي زي الفلوس الكاش في خزنة الشركة، أو الحساب الجاري بتاع الشركة في البنك، أو ممكن البضاعة لو هي شركة تجارية، أو لو شيكات تحت التحصيل من العملاء. من الآخر أي حاجة عبارة عن كاش أو يمكن تحويلها الكاش بسهولة، عكس مثلا الماكينات اللي في المصنع أو المباني بتاعة الشركة دي. أما الخصوم المتداولة أو الالتزامات المتداولة فهي الالتزامات قصيرة المدى، زي الديون اللي للموردين اللي استحقاقها قرب، أو مثلا مرتبات الموظفين لو إحنا آخر الشهر، أو الفلوس المطلوبة لدفع قسط أو دفعة من قرض مثلا. فالالتزامات المتداولة هي اللي محتاجة سيولة في وقت قريب. طيب ندي مثال بالأرقام، وهناخد مثال تاني على شركة فعلية مدرجة في البورصة المصرية من جوه القوائم المالية بتاعة الشركة دي. الأصول والالتزامات بتكون موجودة في قائمة الميزانية العمومية. هناخد الأول مثال رقمي كده عشان الدنيا توضح معانا. لو افترضنا أن الأصول المتداولة مثلا 150 مليون والالتزامات المتداولة 100 مليون، كده السيولة هتكون 150 على 100 هيساوي 1.5. يعني الشركة عندها سيولة تكفي التزاماتها المتداولة الحالية 1.5، ودي حاجة كويسة. في معلومة صغيرة ممكن نضيفها، إن أحيانا بعض الشركات وهي بتحسب الأصول المتداولة مش بتحسب معاها البضاعة أو مخزون البضاعة، وده على اعتبار إنها أولا لسه ما اتباعتش، ثانيا إنها ممكن تاخد وقت على ما تتباع وتتحول لكاش. تمام؟ ناخد مثال فعلي من شركة موجودة، مثلا شركة أبو قير للأسمدة. هندخل على الموقع ونختار قسم المستثمرين، وبعد كده القوائم المالية، ونشوف كده مثلا القوائم دي بتاعة ال3 شهور. هننزل لقائمة الميزانية العمومية، هنلاقي ان الأصول المتداولة 26 مليار 400 مليون، والخصوم المتداولة 6 مليار 460. لما هنحسب السيولة هنلاقي هنا النسبة بقت 4، يعني 4 أضعاف السيولة. فهتعرف على طول ان الشركة دي مش بتعاني من أي مشكلة في السيولة، وإنها قوية من الناحية دي. ندخل على حاجة مهمة جدا في المؤشرات المالية، وهي مؤشرات الربحية، واللي بتجاوب على سؤال الشركة بتكسب قد ايه من نشاطها الأساسي. يعني من كل جنيه مبيعات الشركة بتكسب منه قد ايه. وده بيفيدنا لما نقارن بين شركتين أو بين نشاطين مختلفين، مثلا قطاع مواد غذائية وقطاع العقارات. أول مؤشر وهو هامش الربح، ومنها هنشوف هامش الربح الإجمالي أو المجمل، والمعادلة بتاعته بتقول مجمل الربح مقسوم على صافي المبيعات. ومجمل الربح دي معناها الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. يعني مثلا شركة تجارية بتشتري منتج ب1000 جنيه من المورد،
وسعر بيعه في منافذ التوزيع بتاعة الشركة دي مثلا 1500 جنيه، يبقى هنا مجمل الربح هو 1500 ناقص 1000، يعني 500 جنيه لكل وحدة من المنتج المباع ده. وفي تفصيلة صغيرة هنا في كلمة صافي المبيعات دي. ليه صافي؟ اشمعنى صافي مش مجمل؟ لأن الفرق بين المبيعات وصافي المبيعات حاجة مهمة، وهي المرتجعات. مثلا الشركة باعت 100 قطعة من منتج بس رجع منهم 5، يبقى صافي البيع هو 95 قطعة مش 100. طيب عشان ما نتشتتش كده، عندنا هامش الربح الإجمالي عبارة عن مجمل الربح مقسوم على المبيعات، هيدينا نسبة الهامش ده. مثلا مجمل الربح 200 مليون على المبيعات مليار، كده مجمل الربح هو 20%، يعني فرق شراء وبيع المنتجات هو 20%. وطبعا كل ما زادت النسبة كل ما كان أحسن، وده لأن لسه هنخصم منها مصروفات تانية. المؤشر اللي بعد كده هو هامش صافي الربح. والفرق بين صافي الربح ومجمل الربح كده سريعا هو ان صافي الربح ده بعد خصم المصاريف من مجمل الربح. يعني لو كملنا على مثالنا هنلاقي ان ال 200 مليون مجمل ربح دول صرفنا منهم مثلا 100 مليون تانيين، عبارة عن مرتبات وإيجار وتكلفة بيع ودعاية وإعلان ونقل وضرايب وغيره من المصاريف. يبقى صافي الربح هنا 100 مليون مش 200، فالنسبة هتكون 100 مليون على 1 مليار اللي هو صافي إجمالي المبيعات هيساوي 10%. ده صافي الربح أو المكسب النهائي اللي من حق المساهمين في الشركة دي. ندخل على المؤشر اللي بعد كده وهو العائد على حقوق الملكية أو ال ROE، اللي هو المساهمين دول نسبة المكسب ليهم قد إيه، وبيتحسب بصافي الربح مقسوم على حقوق الملكية. وكلمة حقوق الملكية دي هم المساهمين اللي في الشركة. يعني لو كملنا على مثالنا، صافي الربح 100 مليون وحقوق الملكية اللي هم فلوس المساهمين أو رأس المال بصيغة تانية مثلا 2 مليار، يبقى هيساوي 5%. معنى كده إن المساهمين دول أصحاب الشركة دي فلوسهم أو رأس مالهم في الشركة زاد بنسبة 5% نتيجة أرباح الشركة. يعني اللي كان نصيبه 100,000 بقى 105,000، واللي كان نصيبه أو مساهم في الشركة دي ب1000 جنيه بقوا 1050 جنيه، وهكذا. آخر مؤشر معانا في مؤشرات الربحية هو العائد على الأصول أو ال ROA، وده بيقيس كفاءة استخدام الأصول اللي في الشركة لتحقيق العائد، وبيتحسب بصافي الأرباح مقسوم على إجمالي أصول الشركة. يعني نكمل في مثالنا، صافي الربح 100 مليون والأصول مليار، يبقى العائد على الأصول 10%، بمعنى إن الأصول اللي بتملكها الشركة دي بتولد عائد بنسبة 10% سنويا. وكل ما الرقم ده زاد كل ما كانت كفاءة الإدارة في تحقيق أرباح من أصول الشركة أفضل، واستغلال كل الموارد اللي في الشركة بكفاءة. طولنا في النقطة دي، بس الربحية دي من أهم الحاجات اللي لازم تكون فاهمها كويس جدا، مش مجرد أرقام كبيرة وخلاص. لو رجعنا لمثالنا في قائمة الميزانية بتاعت شركة أبو قير، هنقول إن هامش الربح الإجمالي هنجيب مجمل الربح من قائمة الأرباح والخسائر، أو زي ما المحاسبين بيسموها قائمة الدخل. مجمل الربح 10 مليار 400 مليون على إجمالي المبيعات، أو هنا إجمالي الإيرادات 22 مليار 900 مليون، يعني هيساوي حوالي 45%. وده رقم مبدئيا كويس جدا لأن لسه هنخصم منه مصروفات، وهننزل لحد ما نوصل لصافي الربح اللي هو 9 مليار 350 مليون، ونقسمه على الإيرادات اللي كانت ب 22 مليار 900، فالنسبة هتكون 40%. بس لازم نلاحظ هنا اختلاف المجالات أو الأنشطة بتاعة الشركات. يعني شركة أبو قير أرباح التشغيل من النشاط الأساسي بتاعها كان 8 مليار وشوية، وبأرباح التمويلات والاستثمارات الخارجية زادت ووصلت ل 9 مليار 350 مليون. نحسب بعد كده العائد على حقوق الملكية. الصافي 9 مليار 350 على حقوق الملكية في قائمة الميزانية اللي فوق دي كان 32 مليار 135 مليون، فالنسبة هتبقى 29%. والعائد على الأصول 9,350 على إجمالي الأصول اللي كان 42 مليار و200 هيكون 22%. مش عاوزك تتشتت هنا، ولو حابب ترجع الفيديو في الحتة دي اعمل كده. ندخل على تاني أهم مؤشر بعد الربحية في المؤشرات المالية، وهي الديون أو الملاءة المالية. ودي بتجاوب على سؤال هل الشركة معتمدة على الديون،
ومعتمدة على الديون بنسبة قد ايه، وبتتحسب بإجمالي الديون مقسومة على حقوق الملكية وعلى إجمالي الأصول. يعني مثلا لو الشركة عندها ديون في مثالنا 500 مليون، لما نقسمهم على حقوق الملكية اللي هي اتفقنا انها رأس المال بتاع المستثمرين في الشركة اللي كان 2 مليار، يبقى النسبة كده 25%. يعني ايه؟ يعني نسبة الديون بتساوي ربع رأس المال. ولما نحسب إجمالي الديون على إجمالي الأصول اللي في الشركة، مثلا 500 مليون على مليار اللي هو إجمالي الأصول، هيساوي 50%. يعني نص أصول الشركة مديونة، أو الديون بتساوي نص ما تمتلك الشركة دي من أصول. وطبعا كل ما زاد الرقم ده أو النسبة دي، كل ما كان ده مؤشر خطر جدا. نكمل على المثال الفعلي بتاع شركة أبو قير. هنحسب كل الالتزامات كديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل. 3 مليار 600 و6 مليار 400، يعني 10 مليار. نقسمهم على حقوق الملكية اللي هو 32 مليار 135، هيساوي 31%. ولما نقسمه على إجمالي الأصول، يعني 10 مليار على 42 مليار 200، هيبقى 23%. أتمنى تكون الدنيا واضحة وكتر الأرقام مش ملخبطك. لما تشوفها بمدلول زي الأرباح أو الأصول أو الديون، هتلاقي الدنيا سهلة جدا ومنطقية جدا. ندخل على آخر مؤشرات هتكلم عنه في الفيديو ده، وهو مؤشرات التقييم أو مؤشرات السوق. وهنا بنربط بين نشاط الشركة ونتائج أعمالها وبين تقييم السهم بتاع الشركة دي، وده مهم جدا. يعني بنقول إن سهم الشركة دي بناء على الأرقام دي بيساوي كام، ونقارن بينه وبين سهم شركة تانية ممكن يكون أفضل. فلو سعره في السوق أو البورصة أقل من كده، يبقى فرصة نشتريه. ولو أعلى، بنعرف إنه متقيم بأعلى من قيمته الحقيقية. زي إيه؟ زي مؤشر ربحية السهم اللي هو ال ABS، وده بيتحسب بصافي الأرباح على عدد الأسهم. فهنشوف نصيب السهم من الأرباح ده قد إيه. يعني مثلا لما تلاقي سهم سعره في السوق النهاردة 100 جنيه، ولما ترجع للقوائم المالية وتحللها تلاقي السهم مثلا كسبان في السنة 2 جنيه 3 جنيه، تعرف إن كده في حاجة غلط، وإنه سهم منفوخ على الفاضي. تمام. وزي مؤشر تاني مشهور جدا اللي هو الBE أو مضاعف الربحية، وبيتحسب بسعر السهم الحالي مقسوم على ربحية السهم اللي لسه حاسبينه من شوية. يعني السهم مثلا سعره 15 جنيه وربحيته السنة دي 3 جنيه، يبقى مضاعف الربحية هنا 5. يعني السهم ده سعره قد ربحيته في السنة 5 مرات. أو بصيغة تانية، السهم ده عشان يجيب تمنه محتاج 5 سنين، طبعا مع ثبات العوامل التانية زي سعره وربحيته. وده بيفيدك جدا لما تلاقي سهم مضاعف ربحيته 40 مثلا، وسهم تاني مضاعف ربحيته 7، فهنا تاخد الأرقام والنسب دي في الاعتبار وانت بتختار السهم. آخر نقطة مهمة هقولها سريعا كده عشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده، وهي إن في مواقع بتوفر النسب دي جاهزة على طول. بس برضو كمستثمر في البورصة لازم تكون عارف النسب دي بتتحسب ازاي وايه مدلول الأرقام دي. زي ايه؟ زي موقع انفستنج. لو فتحنا على سهم أبو قير، هنلاقي مقرر الربحية 8.5، والعائد على الأصول 22%، والعائد على حقوق الملكية 24%، وربحية السهم 6 جنيه 32 قرش، وهامش مجمل الربح اللي احنا كنا حاسبينه 45%. وهتلاقي برضو الإيرادات وصافي الدخل وغيره من الأرقام المهمة. وهتلاقيه برضو في مواقع تانية زي موقع تريدنج فيو. في القوائم المالية هندخل على الإحصائيات، هتلاقي كل المؤشرات بالمقارنة بالسنين اللي فاتت عشان تشوف التغيرات اللي حصلت على مدار السنين أو حتى على مدار الربع سنة. الخلاصة، المؤشرات المالية دي مش مجرد أرقام، دي لغة بتحكي لنا القصة الحقيقية للشركة. فأنت كمستثمر مش بتبص على سعر السهم بس، لكن بتربطه بالمؤشرات المالية عشان تعرف هل هو استثمار يستاهل ولا لأ. أتمنى يكون الفيديو مفيد ليك، حاولت أوصله بأبسط طريقة ممكنة. فلو استفدت منه اعمل لايك للفيديو، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة.